دين عن ايه نضرب دلوقتي ايه اقتراح جد مش بهزار. واضح ان الدوري العام مش هيرجع، صح يا عم ابراهيم؟ ده واضح جدا. ده واضح جدا. حلو. الدوري اللي جاي بتاع القسم الثاني هو عباره عن 6 مجموعات، كل مجموعه فيها 12 فريق، يبقى بتتكلم في 72 فريق. ركز كده معايا والساده المشاهدين ركزوا معايا، ده السؤال بتاعنا وهفتح عليه التليفونات بدري. ماشي. الترسانة موجود في الممتاز بيه ولا لا؟ ايوه. حلو. الاولمبي موجود في الممتاز بيه ولا لا؟ في الممتاز به. بلديه المحله موجوده ولا لا؟ المنصوره موجوده ولا لا؟ موجوده. طنطا موجوده ولا لا؟ موجوده. بني سويف والمنيا وانديه كثيره جدا موجوده ولا لا؟ حلو قوي. معاك انا لحد كده فل تمام. انت مش فاهم حاجه لحد دلوقتي، خلي بالك. لا بس ايه اللي هو واحده واحده لحد ما حاجه اعطل هقول لك انا رايح فين وجاي منين. بالظبط كده. طيب ايه رايكم بقى في الممتاز به ابو تريكه يرجع يلعب في الترسانه؟ ده مش بهزار، ده انا بتكلم جد. انا بتكلم جد الجد جد الجد الجد الجد. مفيش دوري ممتاز، خلاص. في الممتاز به وكل الناس موافقه عليه، خلاص. طيب نبدا بقى. ابو تريكه يلعب في الترسانه، يساعده في مشواره. يروح ابراهيم صلاح مثلا من الزمالك للمنصوره، يساعده. يروح جده للاولمبي، ما هو اسكندراني او من البحيره قريب، يعني احنا عرفناه من نادي الاتحاد. كبار انه احمد حسن يروح المغاغه او المنيا. انا بتكلم جد الجد مش بهزر. جد الجد، ده اقتراح انا بطرحه، اقتراح مجنون بس فكروا فيه. هتبقى انت عملت شويه حاجات. اول حاجه الجمهور هيروح عايز يتفرج على ابو تريكه او على جده او على ابراهيم صلاح او على اي اسماء بقى، عبد الواحد مع احمد الشناوي. كل واحد الكبار، كبار النجوم في الدوري الممتاز يروحوا على انديه الممتاز به. نادي النصر ياخد له نجمين، نادي الترسانه ياخد له 3 نجوم، نادي طنطا ياخد له 3 نجوم، نادي المنصوره ياخد له 3 نجوم. الانديه اللي عندها يعني فرص للصعود او المنافسه هتلاقيها كتير. وبعدين واحد يروح بشتيل، واحد يروح بهتيم، واحد يروح الشهداء، وواحد يروح رباط الانوار، واحد يروح بورفؤاد وكده بقى. وتبدا تودي اكتر من 50 الى 70% من اللعيبه دي لانديه الممتاز به يلعبوا. والنهارده تقوم جاي كاتب في الجورنال الترسانه بقياده ابو تريكه يلتقي مع كذا، او البلديه بقياده مثلا اي اسم بقى يجي على بالك، مثلا عمر جمال، اي حد، ويلعبوا. هم يروحوا على سبيل الاعاره من انديتهم للانديه دي ويلعبوا معاهم. هتقول لي كابتن ما تهزرش انه ده الدوري كمان كام يوم. موافقك، ومش هقول لك افتح الباب خالص. انا هقول لك انه اوريدي انت في يناير، في شهر يناير موسم الانتقالات الثاني بتفتح في يناير. والله لو اتحاد الكوره فتح الباب ده من حقه، يبقى عمل حاجه جميله جدا. والاستثناءات وارده في ده. انت في ظرف اسمه فورس ماجير اللي هو الظروف القهريه، او نصبر لحد يناير هيكون تاكد انه مفيش دوري عام. تبدا الاعارات بدل ما يروحوا الصومال ويروحوا مش عارف فين، لا هنا يبقوا في وسطنا هنا. وتبدا المباريات دي يبقى لها شعبيه، وهتعمل لك حاجه كمان جميله، هتعرف تبيعها. انا والله بتكلم جد مش بهزر، هتعرف تبيعها. يعني ايه النهارده مثلا لما تيجي هنا القناه بتاخد الترسانه، ده ابو تريكه بيلعب او ابراهيم صلاح بيلعب او عبد الواحد السيد بيلعب او احمد جعفر بيلعب مع احد الانديه اللي موجوده في المنوفيه باعتباره، او اي نادي يختاره، او حسام غالي بيلعب مع نادي مع كفر الشيخ مثلا مع ممتاز به، وحسام من ابناء كفر الشيخ، وما ياخدش حاجه، يعني ما ياخدش فلوس، ياخد كده ايه خفافي صغير كده في الحنين، بس هو يبقى بيلعب والدوري اللي تحت يبقى عالي شويه، ويبقى الناس تتفرج يقول لك اجري النهارده كفر الشيخ، ده حسام غالي بيلعب في كفر الشيخ. او اجري مثلا على طنطا، ده بيلعب فيها مثلا بركات، او بيلعب فيها كده. تخيلوا، بكلمكم جد والله، لو طنطا فيها بركات مثلا
او عبد الله السعيد. تخيلوا لو المنصوره فيها عماد مثلا نادي الشرقيه فيه عماد متعب مثلا. تخيلوا بقى يعني انا بجيبها لكم ايه، كل واحد من ابناء بلده. هو بركات طبعا مش من طنطا، بس تخيلوا يعني استقربها مثلا ومشيت بالشكل ده. تخيلوا استاد طنطا يبقى شكله عامل ازاي، وهتسمح بقى بالجمهور عشان الناس تيجي وتتفرج. او استاد المنصوره او استاد كفر الشيخ بلاش جمهور عشان ما حدش يزعل مننا. تخيلوا الناس هتتابع المباريات دي ازاي. يعني يقول لك تعال نشوف عبد الله السعيد عمل ايه، عمر جمال عمل ايه، النجوم اللي في الاتحاد السكندري، اللي في غزل المحله، اللي غزل المحله يروح جزء كبير منهم مثلا لبلديه المحله، وتمشي بالشكل ده. وتبدا الصحافه والبرامج تبدا تدي تغطيه اكتر للدوري ده. انا للمره الالف بقول لكم انا ما بهزرش، انا بتكلم جد، انا بتكلم جد جدا.